الست ليها بيكون عندها هرمونات واحتياجات وحاجات، اللي بتكتم ده جواها وبتقرر انه لا انا مش هتجوز عشان خاطر العيال، وهتجوز عشان اقعد اربيهم واعملهم، ربنا ما طلبش منك كده، عادي قال لك اتجوزي. تقدري تختاري حد محترم يراعي ربنا فيكي وفي ولادك ويشيل معاكي. ان كون ان انت قررتي انك ما تتجوزيش عشان خاطر تقعدي تربي العيال، ده مش معناه ان الحاجات اللي بتعدي بيها انت بتعديش بيها، لان احنا بشر، هرموناتنا وهرمونات الستات كلها معروفه جدا. انت بقى بتقرري انه لا انا مش هتجوز، وده مش معناه انك بتعملي حاجه غلط، بيحاول يغويك الشيطان وكذا، وانت تقولي لا انا مش هعمل كذا، بس ده بيأثر عليكي نفسيا جدا، لان جسمك بيحتاج حاجات معينه، بيحتاج وجود راجل معين في حياتك بشكل معين، فده بيخليكي مور ستيبل، بيخليكي حاسه ان انت تفكيرك ذهنك حاضر اكتر، موجوده، تقدري تبقي موجوده مع الولاد بشكل حاضر اكتر، لانك انت نفسيتك مرتاحه، هرموناتك مرتاحه، حاجاتك مرتاحه، فبتقدري تأدي في انك تاخدي بالك من ولادك وتاخدي بالك من حاجتك بشكل هادي مستقر نفسيا وجسديا. فهي دي الفكره. فاللي ما بتعملش كده عشان تقولك لا انا هحط ولادي فوق كل حاجه، بيحصل لها اكتئاب وبيحصل لها حاجات، لانها بتكتم كل المشاعر دي جواها، ويمكن ده يكون ابتلاءها، وصبرها على ده ربنا هيعوضه لها في الاخره او في الدنيا. القصه متشعبه، بس انت فاهمه اللي انا بتكلم فيه واضح.